من فتره كنت في مكان انا وواحد صاحبي وقاعدين نتكلم عادي، فجاه لقيت شاب كان قاعد جنبنا استاذن وسمحنا له ودخل في الحوار بكل ادب. المهم قال انه قاعد بقاله كام يوم من غير شغل وبيسال لو معنا شغل او نعرف حد ممكن يساعده في النقطه دي. لغايه هنا الكلام جميل جدا ومفيش فيه ولا غلطه واي شاب ممكن يقوله. اخدت رقمه وسجلته وانهينا الحوار بابتسامه وخلاص. بلفت وشي عشان اكمل كلامي مع الاخ اللي كان معايا، فلقيته رجع وجه له جمله بهدوء وقال لي بس انا مسيحي على فكره. ابتسمت ابتسامه خفيفه وقلت له بس ايه علاقه ده بالشغل او الكلام اللي اتكلمنا فيه؟ رد وقال لي اصل الصراحه في ناس احيانا بيكون عندها حساسيه من النقطه دي، وبرضه ما نقدرش ننكر ان في بعض غير المسلمين نظرتهم للمسلمين اتكونت من صور وتجارب مش دايما حقيقيه، واحيانا من تصرفات افراد مش من الدين نفسه. المهم الصراحه الجمله دي هزتني، مش علشان هو قالها ولكن علشان حسيت ان في ناس بقت محتاجه تعتذر عن دينها قبل ما تطلب حق طبيعي زي الشغل. لساني اتلخبط شويه وقتها وقلت له انا هكلمك عن نفسي، انا شايف ان الامور الدينيه والعقائديه ملهاش دعوه بالامور الحياتيه والمعاملات او العيش المشترك عموما. وعلشان اكد له الموضوع بسيط ومش معقد للدرجه اللي تخليه يفكر او يقول الجمله دي، ذكرت له ازاي كان بيتعامل القائد العام للمسلمين اللي المفروض كل ما هو مسلم بيتبعه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع غير المسلمين، سواء حسن الجوار او المعامله الحسنه او العدل او انه كان بيتبادل معاهم الهدايا ويتعامل معاهم في البيع والشراء، بيزور مرضاهم، وجميع المعاملات الحياتيه اللي بيتعاملها ابناء اي مجتمع واحد. والكلام يطول في النقطه دي. انا عن نفسي لي اصدقاء غير مسلمين بحبهم جدا ودخلت بيوتهم واكلت معاهم سواء في مصر او هنا، ده غير المحترمين اللي بتشرف بيهم منكم ولغايه دلوقتي ما اتشرفتش بمعرفتهم او مقابلتهم، كمان بحكم وجودي هنا في بلاد المهجر فدايما بتعامل مع اجناس الوان لغات ثقافات مختلفه، ودايما بقول لنفسي كلمه واحده وهي انا انسان وهو انسان، نقطه من اول السطر. يمكن هو قال الجمله دي ومش واخد باله، بس انا اخدتها معاه وحفظتها في دماغي لغايه ما ربنا اذن اني اقولها. وعشان كده رجاء خلينا نحط كل حاجه في مكانها المظبوط، الدين عقيده انما الحياه معامله مشتركه، وافتكروا كويس ان الدين المعامله والانسان قبل اي تصنيف. والله المستعان.